أعزائي المشاهدين، مساء الخير عليكم. النهارده لقاء خاص مميز مع الأستاذ عبد الرحمن الشاذلي، الإعلامي الكبير، رئيس ونقيب الإعلاميين، نقابة الإعلاميين، صح كده يا فندم؟ النقابة العامة للعاملين بوسائل الإعلام. ده احنا زادنا شرف النهارده في المؤتمر الدولي للإعلام السيزون الأول، بنقول بتوفيق دكتور جمال البيومي على المهرجان الناجح. أنا شايف قنوات فضائية، شايف نجوم، شايف إعلاميين، شايف البدايات حلوة قبل كل شيء. ازيك يا أستاذ؟ الحمد لله بخير. أنا بصراحة فرحان جدا يعني بإجماع الفن على الإعلام في المؤتمر الجميل ده، لأن الاثنين بيكملوا بعض، ورسالة الفن هي رسالة الإعلام. فلما نقدر ندمج الرسالة دي مع بعضها عشان نقدم محتوى للمجتمع يطور من ثقافته ويطور من معلوماته، ونبدأ إن احنا ننقل صورة ثقافات المجتمع المصري للخارج، إن احنا نبدأ نظهر دور الفن في الدولة ودور الإعلام في الدولة بشكل. المؤتمر الإعلام الدولي النهارده من برئاسة الدكتور جمال البيومي، طبعا القيادات للفن والاعلام في مؤتمر جميل زي ده هيطلع بناتج والهدف جميل جدا ما بين اجماع الاراء الفنيه والاراء الاعلاميه، ونبدا نطرح الامور قدام المسؤولين عن الاعلام والفن بالدوله، او كمان عن شركات الانتاج الفني اللي موجوده في الدوله، عشان نقدر نطلع محتوى يبدا يدعم المواطن المصري ويبدا يربي الجيل اللي جاي. تمام. اخبار النقابه العامه للعاملين بوسائل الاعلام ايه كنقيب ليها وكرئيس ليها؟ النقابة بيت لكل إعلاميين مصر، النقابة هي الدرع الحامي ليكم كلكم، والنقابة بتحاول على قدر الإمكان إن هي تطور من شباب الإعلاميين الفترة اللي جاية عشان يبدأوا يساهموا فعلا في قطاع الإعلام في الدولة، ويبدأوا يدعموا قطاع الإعلام في الدولة، ويستفيدوا من خبرات الإعلاميين الكبار اللي زيك يا دكتور سعيد. الله يخليك يا أستاذنا عبد الرحمن. الله يخليك. بتشرف بيك في أي مكان. أنت من القامات المشرفة اللي النقابة بتتشرف بيها وبتحتذي بيها قدام أعضائها وقدام إعلاميين الدولة اللي لازم فعلا يتعلموا من القامات المخضرمه بالوسط الاعلامي زيك. حبيبي الله يخليك، كلامك وسام على صدري، والحمد لله. يعني يمكن حضرتك في البدايات عارف يعني الواحد يجتهد كتير عشان يوصل لهذه المكان يعني. طبعا 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 طبعا، وانا بشوفك كتير جدا بتشتغل بشكل فعال جدا في كل فعاليات الدوله وفي كل الفعاليات الخاصه والعامه، عشان تبدا تظهر دور الدوله فعلا قدام المواطن والمشاهد. الاعلامي الكبير الاستاذ عبد الرحمن الشاذلي دايما مشرفنا ودايما منورنا ودايما شرف لينا، والنقابه العامه الاعلام حضرتك اسم علم في مجال الاعلام. تسلم تسلم استاذ سعيد، انا اتشرفت باللقاء معاك اليوم. تسلم. نورتينا على قناه الحدث ونورتني وشرفتني. تسلم تسلم استاذ سعيد. تسلم استاذ سعيد.